بيبدأ الفيلم مع جيم وهو نايم في العربية بتاعته قدام بيت حبيبته مارتا في المكسيك، وبيحلم بالأيام الصعبة اللي عاشها في الجيش الأمريكي أيام الحرب، وصحابه اللي حياتهم كانت بتنتهي قدام عينه وهو مش قادر يعمل لهم حاجة. وساعتها جيم بيصحى من النوم خايف وبيدخل يتكلم مع مارتا وبيعرفها إنه لازم يرجع لأمريكا علشان يستلم نتيجة آخر اختبار عمله في الشرطة ويبدأ التدريبات، وبيوعدها إنه أول ما يخلص تدريب هيرجع يتجوزها ويطلع لها جواز سفر وياخدها تعيش معاه في أمريكا على طول. ولما جيم بيوصل بيروح لصاحبه مايك وبيشوف سيلفيا مرات مايك وبيلاحظ إنها متضايقة من حاجة، ولما بتمشي بيتكلم مع مايك وبيسأله عن اللي حصل، فبيفهموا مايك إن الفلوس اللي معاهم خلصت بسبب إنه بقاله فترة طويلة قاعد في البيت، وإن سيلفيا اضطرت تبيع حاجات بتحبها علشان تشتري أكل. وبيعرفوا إنه لازم يخرج يدور على شغل، وبيطلب منه يوصله للشركات اللي هيقدم ورقه فيها بعد ما يستلم نتيجة الاختبار. وأثناء ما كان جيم ومايك في الطريق بيتكلم جيم معاه وبيعرفوا إنه فرحان جدا لأنه أخيرا هيحقق حلمه وهيبقى ضابط شرطة، وكمان هيتجوز البنت اللي بيحبها. وبيفهموا إن مارتا استحملته كتير وفضلت معاه لحد ما اتغير وبقى شخص كويس، رغم إن أهلها رافضين علاقتهم ببعض لأنه عاطل. وبيأكد له إنه هينجح في اختبارات الشرطة لأنها أسهل بكتير من التدريبات اللي كان بياخدها في الجيش. وبيروح جيم يستلم نتيجة الاختبار وهو فرحان جدا وواثق إنه هينجح، لكن لما بيفتح الجواب وبيقراه بيكتشف إنهم رفضوه بحجة إنه غير مؤهل، فبيتعصب جدا وبيخبط الدركسيون بإيده. ولما بيلاحظ إن في واحد بيبص عليه باستغراب بيتعصب أكتر وبيرمي الإزازة اللي كان ماسكها على العربية بتاعته، بس الراجل مش بيهتم بيه وبيسيبه وبيمشي. وقتها مايك بيفكروا بإنه كان مقدم ورقه في المباحث الفيدرالية، وده معناه إن لسه عنده فرصة تانية. فبيهدى جيم وبيعرض على مايك إنهم يشربوا مع بعض، وبيوافق مايك رغم إنه المفروض يروح يقدم على وظيفة. وفعلا جيم ومايك بيفضلوا يشربوا لحد ما بيسكروا هما الاتنين، وبعدين بيروحوا على مكان مشهور بيبيع الممنوعات، وبيقفوا بعيد يراقبوا التاجر علشان يعرفوا المكان اللي بيخبي البضاعة فيه، ولما بيلاحظوا إنه بعيد عنها بيسرقوها وبيهربوا. وساعتها مايك بيفكروا إنه لازم يقدم على وظيفة وبيطلب منه يوصله، لكن جيم بيرفض وبياخد الملف بتاعه وبيرميه من الشباك، وبياخده وبيروحوا المكان هادي علشان يشربوا الممنوعات اللي معاهم، وبيفتكروا كل الحاجات الغلط اللي عملوها في حياتهم. وقتها جيم بيفتكر لاتي حبيبته القديمة وبيقرر إنه يروح لها ويعتذر لها على إنه خدعها وفهمها إنه بيحبها، وبعد عنها فجأة من غير ما يقول لها على أي أسباب. ولما بيوصل لهناك بتستقبله باتي أختها وبترفض تدخله، لكن جيم بيدخل بالقوة وبيتكلم مع لاتي وبيطلب منها تسامحه، فبتفهمه لاتي إنها نسيت كل اللي حصل معاها زمان وارتبطت برئيس العصابة فلاكو. وساعتها لاتي بتشوف فلاكو ورجالته من الشباك وهما بيقربوا من البيت، وبتطلب من جيم يمشي بسرعة من الباب الخلفي قبل ما فلاكو يشوفه ويعمل معاه مشكلة، لكن باتي بتفاجئهم وبتجري على فلاكو وبتبلغه بوجود جيم، فبيسوق فلاكو بسرعة وبيلحقوا عند الباب الخلفي، وبيدخل جيم في معركة شرسة مع فلاكو ورجالته، لكن مش بيقدر يتغلب عليهم بسبب عددهم. ووقتها مايك بيروح له بسرعة وبيسلمه سلاح، فبيضرب جيم طلقة في الهواء علشان يخوفهم، وبيأمرهم يقفوا كلهم جنب بعض، وبيسرق كل الحاجات اللي معاهم وبياخد مايك وبيمشوا. وبعدها جيم بيطلع الفلوس اللي سرقها وبيقسمها بينه وبين مايك، أما مايك فبيفاجئوا وبيعرفوا إنه سرق مسدس منهم وبيتفقوا مع بعض إنهم يبيعوه. وفي نهاية اليوم جيم بيتصل على البيت بتاع مايك وبيسيب رسالة صوتية على أساس إنه موظف من الشركات اللي المفروض مايك كان يقدم فيها، وبيقول إنهم هيحددوا معاه ميعاد مقابلة تانية، وبنعرف إنهم بيعملوا كده علشان يخدعوا سيلفيا ويفهموها إن مايك كان بيدور على شغل. وساعتها جيم بتجيله مكالمة من المباحث الفيدرالية وبيطلبوا منه يروح لهم بكرة علشان يدخل الاختبارات. وتاني يوم جيم بيروح مبنى المباحث الفيدرالية وبيعمل كل الاختبارات المطلوبة منه، ولما بيخلص بيقابل مايك وبياخده وبيروحوا لصاحبهم دارل وبيوروا له السلاح اللي معاهم وبيعرضوا عليه انه يشتريه منهم، لكن دارل بيرفض وبيفهمهم انه لسه خارج من السجن ومش معاه فلوس، وبيعرفهم ان في واحد صاحبه اسمه آدي بيحب النوع ده من المسدسات وهياخدوا منهم بالسعر اللي هيقولوا عليه، وبيقول لهم على المكان اللي بيقعد فيه. وساعتها مايك بيطلب من دارل انه يبعت رسالة صوتية للبيت عنده على اساس انه قدم على وظيفة، وفعلا دارل بيتصل بيه وبيسيب رسالة، ولما بيخلص بيفضلوا الثلاثة يضحكوا على تصرفاتهم. وبعدها جيم ومايك بيروحوا يقابلوا آدي وبيتكلموا معاه وبيعرفوه انهم اصحاب دارل وبيبلغوه بمواصفات المسدس اللي معاهم، فبيوافق آدي انه يشتريه. وفجأة بيدخل عليهم شخص غريب وبيضرب آدي على راسه بالإزازة وبيكسرها، وبعدين بيطعنوا بيها في رقبته وبينهي حياته.
وساعتها جيم ومايك بيتفاجئوا من اللي شافوه وبيهربوا، وبمجرد ما جيم بيركب العربية بيفضل يضحك على اللي حصل. فبيستغرب مايك جدا وبيسأله ازاي مش خايف من اللي شافه. فبيعرفه جيم انه شاف حاجات اصعب من دي في الجيش، وبيحكي له على صاحبه اللي اتصاب في الحرب وكان على وشك ان حياته تنتهي، لكن الدكاترة انقذوه بعد ما ايده ورجله الاتنين اتقطعوا. وبيفهموا انه صاحبه كان بيتمنى ان حياته تنتهي افضل من انه يعيش عاجز. وفي الليل مايك بيرجع البيت وبيتكلم مع سيلفيا وبيفهمها انه كان بيدور على شغل طول اليوم، وبيطلب منها تسمع الرسائل الصوتية علشان تتأكد انه مش بيكذب عليها. وفعلا سيلفيا بتسمعها وبتفرح جدا، لكن في الاخر بتسمع صوت مايك وجيم وهم بيضحكوا، وبتكتشف انهم كانوا بيخدعوها، فبتتعصب جدا وبتطرد مايك من البيت. وبعد فترة جيم بتجيله مكالمة من المباحث الفيدرالية وبيبلغوه انه نجح في الاختبارات الاولى، وبيطلبوا منه يروح لهم علشان يكمل الباقي ويستلم الوظيفة. وفي نفس اليوم جيم بيروح لهم وبيقابل المحقق بال، وبيتكلم بال معاه وبيفهموا انهم راجعوا نتيجة الاختبارات بتاعته في الشرطة، وعرفوا انهم رفضوه بسبب حالته النفسية السيئة، وبيبلغوا ان في شخص مهم عندهم في المباحث الفيدرالية معجب بذكائه وعاوز يشوفه. وساعتها جيم بيوصل لآخر مرحلة في الاختبارات وبيتعرض على جهاز كشف الكذب، وبيلاحظ المحقق ان جيم بيكذب رغم ان ده مش واضح على الجهاز. وبيوقف الاختبار وبيتكلم معاه وبيعرفه انه بيشتغل على الجهاز ده من زمان جدا وعارف كل الخدع اللي بتتعمل فيه، وبيهدده انه هيبلغ المسؤولين باللي حصل لو ما جاوبش على كل الأسئلة بصراحة. ولما جيم بيخلص بياخدوا بال وبيروحوا المكتب المدير براين، وبيعرفوا عليه هو والضابط الفيدرالي سميث. وبيتكلم بال مع جيم وبيفهموا انه اكتر شخص مؤهل للوظيفة رغم انه فشل في تحليل الممنوعات وجهاز كشف الكذب. فبيعترف له جيم انه فعلا شرب ممنوعات لكن كمية بسيطة جدا لانه كان متضايق، وبيوعده انه مش هيكررها مرة تانية. وساعتها سميث بيوري له صور لبعض الجنود اللي كان بيحاربهم ايام الجيش، وبيفكروا بانه هو اللي خلص عليهم بأبشع الطرق بأمر من رئيسه، وبيفهموا ان الجيش الامريكي فخور بيه، وبيبلغوا انه محتاج يضمه للفريق بتاعه اللي موجود في كولومبيا علشان ينفذ مهمات زي اللي كان بيعملها في الجيش. فبيرفض جيم وبيفهموا انه مش هينفع يسافر لانه المفروض يتجوز حبيبته قريب، لكن سميث بيفهموا ان الوظيفة هتنسحب منه لو اتجوز البنت المكسيكية، وبيطلب منه ينساها ويفكر في مستقبله احسن له. فبيقرر جيم انه يضحي بحبه وبيوافق. وفي نفس الوقت ده مايك بيروح يقدم على وظيفة في شركة معروفة، وبيتفاجئ لما بيعرف ان صاحبه جو شغال فيها. وساعتها جو بيساعده وبيشرح له كل حاجة علشان يقدر يتعين في الوظيفة بسهولة. وبعدها مايك بيقابل جيم وبيبلغه انه اتقبل في الوظيفة، فبيعرفه جيم انه هو كمان نجح في الاختبارات، وبيقرروا يحتفلوا بنجاحهم مع بعض. وساعتها مايك بيلاحظ ان في عربية شرطة ماشية وراهم وبيتشاور لهم علشان يقفوا، فبيتوتر جدا بسبب المسدس اللي معاهم، وبيعرض على جيم انهم يضربوا نار عليهم ويهربوا، لكن جيم بيرفض وبيفكروا بان العربية متسجلة باسمه، وبيطلب منه يقف لهم، وبيحاصروهم رجال الشرطة وبيصوبوا المسدسات عليهم. وهنا جيم ومايك بيتفاجئوا ان واحد منهم يبقى صاحبهم ليو، فبيطمنوا وبيوروا له السلاح اللي معاهم وبيعرضوا عليه انه يشتريه. فبيفهمهم ليو انه مش محتاجه، وبيعرفهم ان صاحبهم التوساينت لسه راجع من السفر وممكن ياخدوا منهم. وفي الليل جيم ومايك بيروحوا يقابلوا توساينت، ولما توساينت بيشوف السلاح بيفرح بيه جدا وبيشتريه منهم. وبيتكلم جيم معاهم وبيعرفهم انه هيسافر كولومبيا كمان اسبوع، وانه كان نفسه يشوف مارتا ويودعها قبل ما يسافر. وبيتضايق مايك جدا لانه كان مفكر انه هيفضل معاه في امريكا. وساعتها مايك وتوساينت بيقرروا انهم يفرحوا جيم ويخلوه يشوف حبيبته زي ما هو عاوز، وبيعرضوا عليه انهم يسافروه هم الثلاثة للمكسيك. لكن مايك بيفهمهم انه لازم يرجع البيت الاول علشان يصالح سيلفيا ويبلغها انه لقى شغل. وفعلا مايك بيروح البيت وبيتكلم مع سيلفيا وبيعتذر لها على انه خدعها، وبيوريها الملف بتاع الوظيفة الجديدة، وبيوعدها انه هيعوضها عن كل الحاجات اللي باعتها علشانه. وفي الوقت ده جيم وتوساينت كانوا واقفين مستنيين بره، ولما جيم بيلاحظ انه اتأخر بيدخل ينادي عليه، فبيتكلم مايك معاه وبيعرفه ان سيلفيا مش عاوزاه يسافر معاهم. وبيتضايق جيم جدا وبيفكروا بانهم ممكن ما يشوفوش بعض تاني لانه مش عارف لو كان هيرجع عايش من كولومبيا ولا لا. فبيقرر مايك انه يسافر معاه وما يهتمش بزعل مراته. وساعتها سيلفيا بتتكلم مع جيم بعصبية وبتطلب منه يبعد عن مايك، وبيتعرفوا انها خايفة عليه منه من تصرفاته المتهورة، وبتأكد له ان حياة مايك هتنتهي بسبب المشاكل اللي بيدخلوا فيها. وبتهدد مايك انها هتنفصل عنه لو راح معاه، لكن مايك مش بيهتم بكلامها وبيصمم على قراره. وتاني يوم جيم ومايك وتوساينت بيوصلوا للمكسيك، وبيعرفهم جيم على مارتا وأهلها، وبيخرجوا كلهم مع بعض وبيروحوا يقعدوا عند البحر. وبيتكلم جيم مع مايك وتوساينت
وبيعرفهم إن المباحث الفيدرالية منعته من إنه يتجوز مارتا، وإنه وافق يضحي بالبنت اللي بيحبها مقابل إنه يسافر ينفذ أوامر وبس. وبيفهمهم إنهم كانوا بيتعاملوا معاهم في الجيش على أساس إنهم مرتزقة مش جنود، وإنه مستعد يرجع للحياة دي مرة تانية. فبيستغرب مايك جدا وبيسأله إيه اللي خلاه يوافق رغم حبه لمارتا، وبيعرض عليه إنه يرفض الوظيفة ويفضل عايش معاها في المكسيك. وبيفهموا إنه ممكن يستغل جمال المكان اللي هم قاعدين فيه ويشتغل في السياحة بدل ما يرجع للحياة اللي هو رفضها زمان وبعد عنها. لكن جيم بيفكروا إن دي آخر فرصة ليه في إنه يحقق حلمه ويبقى شرطي، وإنه مستحيل يضحي بيها علشان أي حد حتى لو كانت حبيبته. وفي الليل جيم ومارتا وأصحابهم بيروحوا يحضروا حفلة في المدينة وبيقضوا الوقت مع بعض وهم مبسوطين. وساعتها مارتا بتتكلم مع جيم وبتبلغه إنها حامل، فبيتضايق جيم جدا وبيطلب منها تروح لدكتور وتتخلص من الجنين. لكن مارتا بترفض وبتعرفه إنها فضلت طول عمرها تحلم بإن يبقى عندها طفل منه لأنها بتحبه، وبتفهمه إنها تحتفظ بيه حتى لو بعد عنها، وإنها مستعدة تتحمل مسؤوليته لوحدها. فبيتعصب جيم جدا وبيصوب المسدس عليها وبيهددها إنه هينهي حياتها لو ما تخلصتش منه. فبتتصدم مارتا من تصرفه وبتخاف منه جدا وبتفضل تترجى انه ما يبعدش عنها. وقتها مايك بيشوفه وهو مصوب المسدس على مارتا وبينادي عليه بصوت عالي، وبيبعد جيم عنها وبيفضل باصص للمسدس وهو مصدوم من اللي عمله. وبياخد مايك وتوساينت وبيمشي. وأثناء ما كانوا في الطريق جيم بيسكر وبيسوق العربية بسرعة جنونية لدرجة إن مايك وتوساينت بيخافوا منه وبيترجوا إنه يهدي السرعة، لكن هو مش بيهتم بالكلام اللي بيقولوه وبيفضل يردد كلمة إنه عاوز الشرطة توقفه وتقبض عليه. وأول ما توساينت بيوصل للبيت بيتكلم مع جيم وبيعرفه إنه محتاج يروح لدكتور نفسي علشان يساعده ينسى الأيام اللي قضاها في الجيش ويرجع يعيش حياته بشكل طبيعي، وبيفهمه إنه مش هيخرج معاه تاني طول ما هو في الحالة دي. وساعتها مايك بيأكد على كلام توساينت وبيعرفه جيم إنه ندمان على اللي عمله مع مارتا وإنه بيحبها بجد ومش عاوز يبعد عنها. وفجأة بيضحك وبيبلغه إن في رئيس عصابة مكسيكي اداله كمية كبيرة من الممنوعات وطلب منه يوصلها لكاسبر رئيس العصابة الأمريكي مقابل فلوس كتير جدا. فبيتضايق مايك وبيلومه لأنه ما قالوش الموضوع من الأول، وبيفهمه إن كان ممكن تحصل مشكلة كبيرة بسببه لو اتمسكوا بالممنوعات على الحدود، وبيأمره يبعد عنه وعن حياته. فبيتعصب جيم جدا وبيصوب المسدس عليه وبيهدده إنه هيخلص عليه لو ما راحش معاه لكاسبر. وفجأة بيشيل المسدس وبيحطه على جيبه وبيبكي وبيعتذر له على اللي عمله، وبيفهمه إنه اضطر يوافق على إنه يوصل الممنوعات علشان يسدد الديون اللي عليه قبل ما يسافر، وبيوعده إنه مش هيعمل له أي مشاكل تانية، والدليل على كده إنه هيوصله للبيت الأول وبعدين يروح لكاسبر. لكن مايك بيخاف عليه وبيصمم إنه يروح معاه، وبيأكد عليه إنهم بعد ما يخلصوا المهمة دي هيركزوا في مستقبلهم ومش هيعملوا أي حاجة غلط في حياتهم مرة تانية. وبعدها جيم ومايك بيوصلوا لبيت كاسبر وبينادوا عليه، فبيطلع أبو كاسبر وبيطلب منهم يطلعوا البضاعة ويوريها له من بعيد علشان يتأكد إنها معاهم. وفعلا مايك بيطلع الممنوعات من شنطة العربية وبيفتحها قدامه، وساعتها كاسبر ورجالته بيطلعوا يرحبوا بجيم ومايك، وبيسأل جيم لو كان حقق حلمه وبقى ظابط ولا لسه. فبيبلغوا جيم انه تعين في المباحث الفيدرالية. وهنا بنكتشف ان كاسبر ومايك وجيم اصحاب من زمان وانهم كانوا مدمنين وبيتاجروا في الممنوعات، لكن قرروا يسيبوها بعد ما مايك اتجوز سيلفيا وجيم حب مارتا علشان يعيشوا حياة هادية معاهم. ولما كاسبر بيتأكد ان البضاعة كاملة بينادي على المساعد بتاعه علشان يجيب الفلوس، وقتها مايك وجيم بيتفاجئوا انه نفس التاجر اللي سرقوا منه الممنوعات قبل كده، وبيصوب مساعد كاسبر المسدس عليهم وبيتكلم مع كاسبر وبيعرفوا انه مش هيسيبهم يمشوا غير لما ياخد حقه منهم. فبيصوب جيم هو كمان المسدس عليه وبيحاول كاسبر انه يهديهم وبيطلب من المساعد بتاعه انه يسامحهم لانهم اصحابه من زمان. فبيوافق المساعد لكن على شرط انه هيخلص عليهم لو شافهم مرة تانية. وفي الوقت ده جيم بيصاب بحالة من الجنون وبيطلب من مايك انه يمشي ويسيبه، بس مايك بيرفض وبيصوب المسدس على المساعد وبينهي حياته. وساعتها جيم بيضرب كاسبر بالنار وبيخلص عليه رغم الصداقة اللي بينهم. فبيتصدم مايك من اللي عمله وبياخده وبيهرب، بس أبو كاسبر بيطلع بسرعة وبيفضل يضرب نار عليهم لحد ما بيكسر إزاز العربية وبيصيب جيم. ولما مايك بيوصل لمكان أمان بيركن العربية وبيتكلم مع جيم وبيعرفوا إنهم لازم يروحوا المستشفى، وبيوعدوا إنه هيفضل معاه ومش هيسيبه غير لما يحقق حلمه. بس جيم بيرفض وبيفهمه إنه هيدخل في مشكلة كبيرة بسببه لو وصله لهناك، وبيأكد له إن حياته هتنتهي، وبيترجاه يمسك المسدس ويخلص عليه علشان يرحمه من الوجع اللي حاسس بيه. وبيفكروا بالذكريات اللي ما بينهم وبيعرفوا إنه هو الشخص المناسب اللي المفروض يديله رصاصة الرحمة، وبيحكي له إنه هو كمان عمل كده مع أصحابه في الجيش
فبيتوتر مايك جدا ومش بيكون عارف يعمل ايه، وفي النهاية بينهي حياة جيم وبيروح لسيلفيا البيت وبيمنعها من انها تمشي وبيتكلم معاها وبيوعدها انه هيتغير وهيبدأ معاها حياة جديدة. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، ويا ريت كل مريخي عايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم او المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية، واللي هيجيب لايكات اكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره.